لك الحمد. اللهم لك الحمد كما أنعمت علينا من نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. الحمد لله معز الإسلام بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومصرف الأمور بأمره، ومزيد النعم بشكره، ومستدرج الكافرين بمكره. الذي قدر الأيام دولا بعدله، وجعل العاقبة للمتقين بفضله، وأفاض على عباده من ظله الذي أظهر دينه على الدين كله. القاهر فوق عباده فلا يمانع، والظاهر على خليقته فلا ينازع، والآمر بما يشاء فلا يراجع، والحاكم بما يريد فلا يدافع. أحمده على إظهاره وإظهاره وإعزازه لأوليائه ونصره لأنصاره، ومطهر هذه البلاد من أدناس الشرك وأوضاره. حمد من استشعر الحمد باطن سره وظاهر جهاره. فله الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. والصلاة والسلام على أشرف البشرية ومعلم الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله، فإن تقوى الله ما خالطت امرئا إلا فتح الله عليه فتحا لا يدور بخيال ولا يخطر ببال. تقوى الله هي الطريق إلى الله، هي القرب إلى الله، هي الابتعاد عن كل ما يغضب الله. يقول الله جل الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، لقد من الله علينا وأكرمنا في هذه البلاد المباركة بنعم لا تعد ولا تحصى. وإن أعظم نعمة أنعم الله بها علينا أن جعلنا مسلمين نعبده ولا نشرك به شيئا، فله الحمد والمنة. الحمد لله أن لم نكن من أهل البدع أو من أهل الأهواء. الحمد لله أننا لسنا يهودا ولا نصارى. الحمد لله أننا لسنا رافضة ولا مشركين، موحدين نعبد الله لا إله إلا هو. ومن الله علينا أن صمنا رمضان
بأمن وأمان، فله الحمد والمنة. قد ذهب رمضان، واليوم هو يوم توزيع الجوائز على الفائزين، على الذين فازوا في رمضان. اليوم هو يوم الفوز، جعلنا الله وإياكم ممن فاز في رمضان، وممن تقبل في رمضان، وممن اعتقه الله من النار في رمضان. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. عباد الله، وكما أنعم الله عز وجل علينا بنعمة الإسلام والتوحيد واتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن من النعم العظمى التي تذكر فتشكر هي نعمة الأمن والإيمان والاستقرار والرخاء، فلله الحمد والمنة. يقول الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، فلله الحمد والمنة. نحن نقيم الصلاة، بل إمامنا يأمر بها، وتجمع الزكاة من المسلمين ويؤمر الناس بها، يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولا أظن على وجه الأرض أحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في جهة رسمية إلا في هذه البلاد، فلله الحمد والمنة. أنتم تنعمون بأمن عظيم لا يكاد يكون موجودا. لا يغركم الإعلام ولا الذين تعلقت قلوبهم بالشرق والغرب. أنتم في نعمة عظيمة، تؤدون واجباتكم، بل وتفعلون ما أباح الله لكم بكل يسر وسهولة، في أمن وأمان، وفي رغد عيش ورخاء واستقرار. الحمد لله. هذه البلاد هي معرز الإيمان وبيضته وداره، وهي أساسه ومصدره. هذه البلاد المباركة بلاد الحرمين، هي الأرض المقدسة، هي الأرض التي شرع الله أن يتوجه الناس إليها في خمس مرات وجوبا في اليوم والليلة. هذه البلاد المباركة التي تأوي إليها أفئدة المسلمين في الشرق والغرب وفي الشمال وفي الجنوب. هذه البلاد المباركة التي لا تشد الرحال عبادة إلا إليها، إلى مكة والمدينة. هذه الأرض التي تنزل فيها الوحي، نزل به جبريل على المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه البلاد المباركة التي ضحى فيها المسلمون ونشروا منها الدين والنور إلى سائر الأرجاء المعمورة. هذه الأرض المباركة التي تحضن بين جنبيها أشرف خليقة الله، قبر محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المباركة التي تعبد الله لا تشرك به شيئا. لقد يئس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب. هذه الجزيرة، هذه الدولة المباركة، هذه البلاد الطاهرة، أرض الحرمين، أرض شرفها الله وكرمها عن سائر الأرض. نعم، ليس فيها جنات غناء ولا أنهار تجري، ولكن فيها إيمان يناطح السماء. نعم، فيها رجال يحملون الإيمان بالله، فيها رجال يضحون بأنفسهم وبأموالهم وبأوقاتهم لنشر دين الله، للدعوة إلى الله، لنصرة دين الله. فالحمد لله والمنة. هذه البلاد المباركة التي يتألم الشرق والغرب عندما يرونها تعيش في نعمة عظيمة، ويرون شعبها متكاتف. نعم، يغتابون ويتألمون، لا يقر لهم قرار
وهم يرونكم تتمتعون بهذه النعم العظيمة، لا يهنأ لهم عيش وهم يرونكم تعبدون الله لا تشركون به شيئا. نعم، لا يهنأ لهم عيش وهم يرونكم تصطفون إلى الصلاة صفوفا منظمة. نعم، لا يقر لهم قرار، فعملوا كل ما بوسعهم، وها هم على أطراف بلادنا يهددون في كل يوم، وكما ترون في وسائل الإعلام وفي كل مكان ليس لهم شغل شاغل إلا هذه البلاد المباركة. حتى انظر المجوس الرافضة الصفويون من إيران فأعلنوا عداءهم لهذه البلاد من سنوات طويلة. كم مرة أرسلوا من يفجر في الحجاج في بيت الله الحرام، كم وكم في عام 1406 و1407 خرج منهم ما يقارب 150,000 بالسكاكين فقتلوا الحجاج وقتلوا الجنود في بلد الله الحرام، ثم فجروا بعد ذلك وأمكن الله منهم، ثم وضعوا السم للحجاج في نفق المعيصم، ومات آلاف مؤلفة من الحجاج يحاربون هذه البلاد ويكيدون لها المكائد. نعم، أخذهم اليهود والنصارى بغلة لهم ليقضوا بها مآربهم، ثم أعلنوا عداءهم لنا في كل مكان، فلا تجد في فضائياتهم إلا السب والشتم والنيل منا والتنقص من عقيدتنا، ويصاصموننا بأسوأ الأوسام، يصفوننا بأسوأ الصفات التي تذكر، ولكنهم خاضوا وخسروا، لم يجدوا علينا شيئا ولله الحمد والمنة. حتى انبرى هذا الضال المضل الذي يدعى بالحوثي، انبرى لهم فأعلن عداءه وحربه على بلاد المسلمين، أعلن حربه وعداءه لهذه البلاد. ثم أول ما بدأ بشعبه أرض اليمن المباركة الطاهرة، فأخذ يقتل في المسلمين ويدمر المساجد ويدمر دور القرآن الكريم ويقتل في الناس ويعيث في الأرض فسادا. فإذا تكلم في وسائل الإعلام سمعت كلاما عجيبا، يقول الله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن فحسبه جهنم ولبئس المهاد. أنفقوا كل أموالهم ليحاربوا دين الله وليحاربوا سنة رسول الله، نالوا من النبي صلى الله عليه وسلم، بل تهجموا على الله عز وجل وأعلنوا الشرك في قنواتهم وفي حسينياتهم وفي أماكن تجمعاتهم، أعلنوا الشرك بالله عز وجل جهارا نهارا لا يستحون، يسجدون لغير الله ويتمسحون بالقبور ويدعونها من غير الله، كذبوا بالقرآن واخترعوا من عندهم آيات يقولون أن المهدي سيأتي بها، كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير مما جاء به، تهجموا على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم واتهموهن بالزنا، بل وكفروهم وكفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفروا عباد الله الصالحين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن علماء السنة، وهذه عادتهم قبحهم الله. إلا أن الله عز وجل رزق الأمة بإمام عادل، نسأل الله عز وجل أن يطيل في عمره، فقام عليهم بآصفة الحزم التي حزمت الأمور وأنهت
وأنهت شرهم وكفت المسلمين شرهم. فنسأل الله عز وجل أن يوفق خادم الحرمين وأن ينصر به دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده الصالحين. نسأل الله أن يوفق عباد الله. أنتم في هذا المكان ستخرجون من المصلى إلى بيوتكم، تتمتعون بألذ وأطيب الطعام وتلبسون أحسن اللباس، وهناك أبناء لنا وجنود مرابطون على الحدود قد تأتي أحدهم رصاصة أو قذيفة، نعم عرضوا أنفسهم للموت من أجلنا، فجزاهم الله عنا كل خير. نسأل الله عز وجل أن ينصرهم وأن يعيدهم سالمين غانمين منصورين، وأن يحفظهم من كل سوء ومكروه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، ثم يا للأسف من منا كان يظن يوما من الأيام أنه يخرج من فلذات أكبادنا ومن أبنائنا من يكفرنا ويستحل دماءنا وأعراضنا، ولو استطاع إلى ذلك سبيلا لفعله في أقرب فرصة ويبدأ بأقرب الناس إليه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هم من أبنائنا، نعم من أبنائنا، ليسوا غرباء بل منا وتربوا بيننا. وللأسف الشديد ها نحن كل يوم نسمع بحادثة تختلف عن الأولى. نعم، خرج علينا فئة ضالة من أبنائنا وانتموا إلى ما يسمى بداعش. هؤلاء الضلال الذي وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنهم كلاب النار. هؤلاء الذين يقرؤون القرآن يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يراعون في نفسهم إلا ولا ذمة. هؤلاء الضلال الذين تركوا اليهود والنصارى والرافضة ورجعوا على المسلمين يفتكون بهم قتلا وتشريدا وسبيا ونهبا للأموال وتشريدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وباسم الدين وباسم الجهاد يفعلون ذلك وهم والله قد كذبوا. منهم من هو سفيه جاهل استغلوه واتخذوه مطية لهم، ومنهم من هو كائد أو يتبع الاستخبارات شرقية وغربية، أو له عداوة للإسلام أو ليس مسلما أصلا، فنسأل الله العافية. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض شأنهم، فأنا سأسرد لكم بعض الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تتحدث عنهم كأنه يشاهدهم صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، هم شرار الخلق. وفي الصحيح عن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخوارج كلاب النار. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو لعصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج عن أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنهم يقتلون أهل الإسلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم
لأقتلنهم قتل عاد. نعم، ألا ترون أيها الإخوة هم في سيناء على حدود إسرائيل يقتلون أهل مصر وتركوا اليهود وراء ظهورهم، بل إن إسرائيل هي التي تمدهم بالسلاح. انظروا ماذا يفعلون في سوريا وهم على حدود إسرائيل ويخالطون الرافضة، بل ويعينون ذلك المجرم بشار، نسأل الله أن يعجل بهلاكه. ويقتلون أهل الإسلام، يدخلون عليهم في أحيائهم وفي قراهم فيقتلون الرجال لأتفه الأسباب ولأضعف الشبه، ويستحيون النساء ثم يصفونهن وكأنهم كافرات، بل وضعوا سوقا لأن تسبى النساء، ويقتلون الأطفال ويخربون الديار. نعم، وعادوا في الأرض فسادا، وفي العراق كذلك، فلا حول ولا قوة إلا بالله. والله ما كانت اليهود والنصارى تريد منهم ذلك، كانت تريد منهم أقل من ذلك بكثير، ولكنهم تجاوزوا الحد وفعلوا ما فعلوا بالمسلمين، فنسأل الله عز وجل أن يعجل بهلاكهم. لا يراعون في مسلم إلا ولا ذمة. ألم تروا قبل يومين كيف قتل أحدهم أباه؟ ألم تروا ليلة البارحة أو قبلها ذلك الذي قتل خاله وذهب ليفجر في المسلمين؟ فهذا فكرهم، هم لا يروننا إلا كفارا مرتدين عن دين الإسلام. نعم، هذا رأيهم فينا، فلا تأخذنا فيهم رأفة ولا رحمة ولا حمية. من غطى عليهم أو دسهم أو ستر عليهم أو يعلم من أمرهم شيئا وسكت ولم يخبر فوالله أنه خائن لله عز وجل، والله أنه خائن لله عز وجل وخائن لدينه ولبلاده ولمجتمعه، أن يغطي ويتستر على ذلك المجرم العدو. والله أنهم أعدى من اليهود والنصارى، والله لا يرون إلا لدمائنا استحلالا ولأعراضنا انتهاكا ولأموالنا سلبا، فنسأل الله عز وجل أن يكفينا شرهم. فلنتق الله يا عباد الله، وكفانا مجاملة وكفانا سكوتا. نعم، هم بيننا، وربما أن بيننا في هذا المصلى منهم أفرادا، ربما أن بيننا منهم أفرادا نحن نسمعهم ونراهم ونعرفهم أفرادا وجماعات ونعرف بأمورهم كاملة، ولكننا نتحاشى ونسكت. بعضنا يستحي من أهلهم والله لا يستحونهم من أحد. نعم، بل بعضهم أصبح يتجرأ ويتكلم في المجالس، وتجد كل من في المجلس قد خلصوا جميعا، نسأل الله العفو والعافية. فيا أيها الإخوة، هذا الأمر لا ينبغي. أنتم مسؤولون أمام الله عز وجل، أنتم رجل الأمن الأول، أنت كل واحد منا مسؤول أن يرى من هؤلاء المفسدين أحدا فليخبر الجهات المسؤولة مباشرة. نسأل الله عز وجل أن يمكن منهم وأن يكفينا شرهم وأن يرد بأسهم عن المسلمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، أمران مهمان قد حفظنا الله عز وجل من كل سوء ومكروه، فله الحمد والمنة، له الحمد والمنة. فالله في الصلاة التي تخاذل عنها كثير من المسلمين وتكاسلوا عنها وضعف دينهم ورق، فلا حول ولا قوة إلا بالله. إنها الصلاة آخر ما يضيع من الإسلام، الصلاة، وآخر ما أوصى به نبيكم صلى الله عليه وسلم أوصى بالصلاة، فقال الصلاة وما ملكت أيمانكم، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فاتقوا الله يا عباد الله، وأمروا أهلكم بالصلاة، أمروهم فإنه واجب عليكم. وقد امتدح الله نبيا من أنبيائه فقال: وكان يأمر أهله بالصلاة، فأمروا أهليكم ونساءكم وأقيموا الصلاة في بيوتكم وفي مساجدكم. عباد الله، ثم إني أثني على أمر عظيم، وهو الأمان الثاني
فإن الله عز وجل جعل لهذه الأمة أمانين. أما الأمان الأول فقد ذهب وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الأمان الثاني فهو باق معنا ولكننا لا نستخدمه كثيرا، وهو الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فأكثروا من الاستغفار والتوبة يا عباد الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يوم عظيم من أيام الله، هو أعظم الأيام على الإطلاق. هذا اليوم المبارك يوم الجمعة هو خير الأيام عند الله، وهو يوم العيد، يوم عيد الفطر المبارك. فالحمد لله أن جمع لنا بين عيدين، ثم نسأل الله عز وجل أن يكون عيد نصر للأمة، نسأل الله أن يكون عيد نصر للأمة. فها هي علامات النصر تلوح في الأفق، نسأل الله أن يعجل بذلك. عباد الله، تعلمون أن الدولة وفقها الله جعلت كل الإمكانيات وسخرت كل ما تملك من أجل خدمة المواطنين والرقي بشأنهم. وإن الله عز وجل قد أمرنا بعمارة الأرض، وقد هيأت الدولة كل ما تملك من موظفين ومعدات وأموال واستشارات وغيرها ومباني لخدمة المواطنين والرقي بهم، فجزاهم الله خير الجزاء. إلا أن تخاذل المواطنين عن البناء وعن القيام بواجباتهم، نعم، والمطالبة بحقوقهم، جعلهم يتأخرون كثيرا. عباد الله، كما تعلمون أننا في هذه المدينة المباركة، مدينة البشائر، أنها تستحق أن تكون محافظة، ولكن تأخرت بخذلان المخذلين والمؤثرين الذين يخذلون ولا يريدون لنا رقيا، ولكن أبواب الدولة مفتوحة. وهناك مجموعة من أبناء هذه المنطقة قد بروا أنفسهم لذلك، فهم يذهبون ويأتون وتحملوا أمورا كثيرة، جزاهم الله خيرا، لخدمة هذه المنطقة في أمور كثيرة. وكما تعلمون أن هذه المدينة لو أصبحت محافظة لأصبحت الخدمات لها أفضل. فيجب علينا جميعا أن نتعاون وأن نتكاتف مع الإخوة الذين قاموا بذلك، وأن لا نخذلهم وأن لا نفسد عليهم سعيهم، ولنتق الله عز وجل، ولنترك المجاملات والكذب والنفاق والمداهنات في الدوائر الحكومية والكذب والبحث عن المصالح الخاصة. بل ويجب علينا وجوبا أن نحارب كل من أفسد من موظفي الدولة، فإن أبواب المسؤولين مفتوحة، يجب أن نواجههم ونناصحهم، فإن لم ينظروا ويرعوا عن هذا الباطل أن يشتكوا وأن يبين فسادهم حتى يتوقفوا عن ذلك الفساد. إنما هم يفسدون في أمر هو لي ولك، وخدمة هي لي ولك، نعم، أخذوها في صالحهم ويقضوا بها حوائجهم وحوائج من يهمهم، وتركوا بقية المواطنين. يجب أن نقف وقفة صادقة، وكفانا ضعفا لا ينقصنا شيء. إن ذلك الموظف في أي دائرة حكومية كانت لن يأخذ سيفا على رقبتك، لن يدخلك السجن، لن يفعل لك شيئا. هو ضعيف، هو لم يقم بواجبه كما أمره الله عز وجل، هو لم يقم بواجبه الذي أمره به ولي الأمر، هو لم يؤدي أمانته التي اؤتمن بها، هو أضعف من ذلك وأحقر وأذل. فيجب أن نكون أقوياء وأن نطالب. لقد تأخرنا كثيرا والله بسبب هؤلاء الفاسدين الذين قدموا مصالحهم والذين يخصونهم على مصالح المنطقة كاملة. فلا ينبغي لنا السكوت بعد ذلك، يجب أن نكون صادقين. هناك من يتخوف، هناك من يجبن، هناك من عنده ويعرف ويستطيع ويعرف ويريد أن يفعل، ولكن الخوف قد غطى
الله عليه لا أدري ممن يخاف ولا أدري لماذا يخاف، هل سيقطعون رزقه أم يقطعون رقبته أم يدخلونه السجن أم ماذا يفعلون به؟ بل إن الدولة ستقف معه وفقها الله، فإنها تحارب مثل هؤلاء الفاسدين كبروا كانوا أم صغروا. وأنتم ترون في وسائل الإعلام كم عوقب من الفاسدين وكم طرد وكم أزيل من منصبه من أجل فساد أفسده. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لذلك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، كما تعلمون أن اليوم هو يوم الجمعة وأن هناك صلاة جمعة، فمن حضر معنا في هذا المصلى وصلى معنا العيد وحضر الخطبة فلا تلزمه صلاة الجمعة، وإنما يصلي الظهر في بيته، ولا تقام صلاة الظهر في المساجد، لا تقام صلاة الظهر هذا اليوم في المساجد، وإنما تقام صلاة الجمعة في الجوامع فقط. فكل خطيب يجب عليه أن يقوم بصلاة الجمعة وأن يؤدي الخطبة ولم يحضر إلا هو. أما من حضر الصلاة معنا هنا فلا تلزمه صلاة الجمعة، وأما من لم يحضر معنا في صلاة العيد فتلزمه صلاة الجمعة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لاتباع السنة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، صلوا على خير خلق الله كما أمركم الله بذلك في كتابه حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك أعداء الدين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لصلاح البلاد والعباد. اللهم انصر به دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم قيض له بطانة صالحة تدله على الخير وترشده إليه يا رب العالمين. اللهم انصر جندنا على الحدود وعلى الثغور. اللهم ردهم سالمين منصورين يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والنصارى والمجوس الصفويين، اللهم شتت شملهم وخالف بين كلمتهم. اللهم رد كيدهم في نحورهم. اللهم اكفنا واكفي المسلمين شرورهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن فاز وممن تقبل في رمضان. اللهم اجعلنا ممن فاز وتقبل في رمضان، واجعلنا ممن عتق من النار يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.